لو كنت كلت طبق الملوخية دوّة مش بعيد تتسجن لأ، ده كمان ممكن يقتلوك، الكلام ده بجد الحاكم بأمر الله كان بيعمل كده وأكتر، ده في حكاية كمان بتقول إن في زمن دولة فاطمية كان في خليفة تعب غريب جدًا والدكاترة مش لاقيين له أي حل، فقام الناس في القصر قرروا يعملوا له شوية شوربة من ورق نبات كده غريب بيقولوا سامه ما حدش يقرب له، الورق ده كان اسمه إيه؟ ملوخية المهم الراجل شرب الشوربة وخف، من ساعتها بقى والأكلة ديّة بقت أكلة ملك الملوك، وسموها ملوكية، وكان ممنوع أي حد ياكلها غير الملوك بس والناس اللي عايشة في القصر. بس طبعًا المصريين ما يعرفوش الخطر، ده الناس بدأت تسرّب الوصفة وستات البيوت ابتدوا يطبخوها، ويضيفوا لها بقى حبة توم على تقلية والريحة تجيب لآخر الشارع، ومن ساعتها الملوخية نزلت من القصور ودخلت البيوت وبقت أكلة كل الناس، من أول أفقر واحد لحد أكبر عيلة، وطبعًا بقى كل بيت بقى ليه طريقته، في اللي يحبها سايلة وفي اللي يحبها ماسكة، في اللي ياكلها مع الرز، في اللي يعملها ودن قطة مع عيش وسلطة طماطم، بس اللي ما حدش اختلف عليه إن الملوخية دي ريحتها ريحة بيت كده، وطبق لازم يكون على السفرة المصرية مش أقل من مرة في الأسبوع.